دلوقتي نقدر نقول مع بعض كده أنا ايه رأيكم بقى في طريقة تجفيف المشروم القمر ده؟ حاجة كده عينات بسيطة كده خفيفة علشان ما تاخدش مكان معانا في الفريزر. ولو حابين ان احنا نحطهم كده في العلب الصغيرة دي مفيش اي مشكلة، ونحفظهم في الفريزر. بجد بتبقى وصفة تحفة، وبجد بتدخل كده في وسط الاكل، بتبقى جميلة جدا. بتمنى ان الوصفات كلها تعجبكم. يلا بينا نشوف ايه العظمة دي عملناها ازاي. السلام عليكم. امبارح كنت بتمشى انا وولادي كده، فلقينا في الجو التحفة ده حد بيبيع المشروم القمر ده. فقلنا يلا نجيب المشروم كده ونجففه ونعمله، علشان انا ولادي بصراحة ما بيحبوش، فبحب ان انا اعمله وادخله في وسط الاكل من غير ما يشوفوه. يلا بينا كده نشوف طريقة تجفيفه ازاي علشان ما يسمرش خالص. اول حاجة انا بجيب منديل كده مندي وبمسح كده المشروم بتاعنا، وهنشيل كده المشروم وهنجيبه نمسحه كده كل المشروم اللي معانا، ونرجع تاني نشوف هنكمل وصفتنا ازاي. اهم حاجة تمسحي المشروم بتاعك كده